السلام عليكم يا شباب، إيه الأخبار؟ أتمنى تكونوا بخير. هناخد كده في الليكود دوت ملخص كده سريع عن المحاضرة الأولى في الدروينج. تمام. طيب المحاضرة ديت إيه كانت بتتلخص في إيه، أو يعني إيه الغرض منها؟ الغرض منها إن أنت إن شاء الله بإذن الله، وبرضه بوينت مهمة جدا بس عايز أنوه عليها من دلوقتي، إن المحاضرة ديت تمام هي حرفيا أول سؤال في الميد، وأكيد الدكتور قال لكم الحتة ديت. تمام. والسؤال دوت هيكون عليه 8 درجات. انتم الميد عندكم هيكون ب 20 درجه ان شاء الله باذن الله. تمام. هيبقى عندكم سؤالين، سؤال ب 12 وسؤال ب 8. تمام. هي المحاضره دي بس انت المفروض كده تخرج منها معاك الثمان درجات بتوع الميد، او انت شغال على اول 8 درجات حرفيا في حياتك الجامعيه. حلو. طيب. وقلنا المحاضره ديت ليه بالذات، لان انت الشغل العمليات الهندسيه ده تمام، او المحاضره دي ده موضوع، هو يعني هو موضوع في محاضره واحده. انتوا المحاضره الجايه اللي هي المفروض تبقى في تاني اسبوع، يعني ان شاء الله باذن الله هتبداوا في موضوع جديد او موضوع تاني خالص. تمام. فهي ديت محاضره يعني ايه وهتنتهي يعني. تمام. طيب الكلام فيها على ايه؟ الكلام فيها ان احنا ازاي او ايه شغل العمليات الهندسيه دوت. الغرض منه ان انا لما يجي لي رسمه زي كده وفي الامتحان يجي لي رسمه زي كده، او طبعا يعني ديت هتكون هي دي رسومات الامتحان. تمام. هيجي لنا رسمه زي كده هنتعلم ازاي نرسم او ناخد الرسمه دي كوبي بيست، ناخدها كده بمعنى صح بنفس منظر ده كوبي بيست. تمام. طبعا باختلاف الدايمنشنز، عشان الاسئله اللي على الدايمنشنز لسه مش مطلوب منكم دايمنشنز في اول ست سكاشن كمان. تمام. طيب. فطبعا حد كده من النظره المبدئيه يجي يقول لك الرسمه زي كده سهل جدا ان انا اخدها كوبي بيست، دي شويه دوائر وشويه خطوط. هو فعلا، بس انت لو جيت بصيت هتلاقي ان انت يعني الفكره بقى إن اللي احنا بندرسها ايه، شويه ارقام زي كده. دي اركس. تمام. الاركس ديت لو انت جيت بصيت هتلاقي مش معلوم السنتر بتاعها، اللي هو انا مش هعرف او انا مش عارف بمعنى صح انا هقف ببرجل فين. تمام. انا معايا الليديوس، عرفت انا هفتح البرجل قد ايه، بس مش عارف انا مش عندي السنتر، مش عارف انا هقف في البرجل فين بالظبط علشان ابدا ارسم ارك زي ده ويطلع بالمنظر ده، يطلع كده تانجنت للدايرتين دول مثلا، او الدايره والارك ده. تمام. فالغرض بقى من المحاضره ديت ان هو يعرفك ازاي ترسم رسمه زي كده كامله وتقفلها كامله، عن طريق ان انت ازاي تستنتج. يعني احنا هناخد في المحاضره دي او في الليكود ده شويه رولز كده. تمام. من الرولز ديت انا بقدر بستنتج او السناتر دي. تمام. خلاص استنتجت السناتر، فبالتالي هقدر بقى ايه اقسم الرسمه كامله. تمام. طيب الرولز ديت بتتلخص في ايه؟ هم حرفيا المحاضره ديت هي عباره عن ثلاثه بس، ثلاثه رولز او 3 بوينتس. تمام. هنحفظهم او هنفهمهم خلاص الموضوع خلص. طيب ومبدئيا قبل ما نخش فيهم، احنا بصينا على اي شكل هندسي من الاشكال اللي فاتت ديت. حلو. هو دوت عباره عن ايه؟ عباره عن شويه خطوط ودوائر. اي شكل هندسي في الكون هو مكون من شويه خطوط ودوائر. تمام. فانا الرسمه اللي هتجيلي لو انا عندي حاجه تانجنت، فيا اما هلاقي خطين كده او خط بمعنى اصح، اللي هو يعني بمعنى صح هلاقي ان انا عندي دايره او ارك. الارك جزء من دايره، فدايما بنقول دايره. تمام. دايره تانجنت مع خط. حلو. يا اما دايرتين تانجنت مع بعض، يعني انت عندك دايره او ارك تانجنت مع خط، او ارك تانجنت مع خط مع ارك تاني. يا اما ارك او دايره تمام بتمر بنقطه. تمام. ممكن نعملها ازاي؟ اهي مثلا عندنا مربع كده. تمام. دايره اهيت او ارك بيمر ايه بنقطه كده. تمام. بس فاحنا عندنا ثلاث حالات بس، لو جينا بصينا عليهم كده هنا، او انا هنا عندي الارك دوت او الدايره دي. تمام. هي تانجنت ليه؟ تانجنت للخط ده. لو جينا بصينا طبعا الشكل دوت هو عباره عن ايه؟ عباره عن شويه دوائر تانجنت مع بعض. تمام. طيب لو جينا بصينا في ديت هنلاقي ان انا عندي هو الارك ده هو تانجنت فعلا مع الدايره دي، وفي نفس الوقت بيمر بالنقطه ديت اللي هي ايه بتاعت اللي هو ايه راس المستطيل ده. تمام. بس فاحنا عايزين بقى فاللي احنا ناخدهم بقى سي رولز. امتى اتعامل او ازاي اتعامل لو لقيت ارك تانجنت مع خط، وامتى اتعامل لو لقيت ارك تانجنت مع دايره، او لو لقيت تو اركس يعني بمعنى اصح تانجنت مع بعض، ولو لقيت ارك بيمر بنقطه. تمام. طيب نخش على اول رول على طول، وهي اني انا لو لقيت
ارك تانجنت مع خط، ازاي استنتج السنتر بتاعه؟ تمام. طيب نمسح بس كده ثانية. تمام. طيب بوينت بوينت برضو كمان، هو احنا هنستنتج السنتر ازاي؟ تمام. دايما لما بنستنتج سنتر زي ما شفت في المحاضره ان انا بجيب عدمين، بعمل علامين كده، العلامين دول يتقاطعوا مع بعض في نقطه، دي النقطه هتبقى هي السنتر. تمام. فانا مشكلتي بقى دلوقتي ان انا عايز اشوف كل علام بيتعمل ازاي. تمام. وده هو بقى عن طريق ان انا اشوف ايه الدايره دي هي تانجنت مع ايه. تمام. وهستخدم بقى اني رول. طيب نخش على الرولز بسرعه. قلنا لو انا مثلا عندي خطين كده، تمام، وعايز ارسم ارك كده، تمام، هيكون تانجنت مع الخطين دول، فبالتالي انا محتاج السنتر بتاعه. استنتج السنتر بتاعه ازاي؟ باختصار، زي ما قلنا السنتر هيجي من علامين. طب انا هرسم كل علامه ازاي؟ حرفيا انا لو لقيت ارك تانجنت مع خط، فانا بعلم ازاي برسم كده خط تاني بارلل للخط اللي هو تانجنت معاه، حلو، وعلى بعد الراديوس. تمام. يبقى انا هرسم خط. تمام. انا عندي اهوت ارك، نشوف الارك من نشتغل على ناحيه ناحيه. الارك دوت تانجنت من الناحيه دي مع ايه؟ تانجنت من الناحيه دي مع خط. فطالما تانجنت مع خط، فانا هجيب العلام بتاعه ازاي؟ هرسم خط، تمام، بدل للخط اللي هو تانجنت معايا ده، تمام، وعلى بعد الراديوس. طيب يبقى انا كده جبت اول علامه، عايز العلامه الثاني، اشتغل من الناحيه الثانيه، اشوف الناحيه الثانيه هو تانجنت مع ايه؟ تانجنت مع خط. يبقى ايه الرول بتاعت الخط؟ ما هو دايما كده بقى، انت في هندسه، فحاول حدد المشكله وشوف بقى تحل المشكله ازاي، اللي هي خطوات حل المشاكل. انت اول حدد المشكله، ايه المشكله؟ ان انا عايز ارسم الارك ده. طب ما انا الارك دوت عشان ارسمه محتاج ايه؟ محتاج سنتر. طب انا السنتر دوت اجيبه ازاي؟ بتقاطع علامين مع بعض. طب انا عايز ارسم كل علام، علشان ارسم كل علام اكيد هستخدم رول. طب اني رول؟ اشوف بقى ايه هو تانجنت مع ايه، او ايه الرول اللي انا هستخدمها. فاهم؟ فانا عشان نعرف ايه الرول اللي انا هستخدمها، اشوف هو تانجنت مع ايه. فبالتالي هو هنا ايه؟ تانجنت مع خط. لقيته على طول الارك تانجنت مع خط، فبالتالي انا هرسم خط تاني. يبقى الرول بتاعتي ان انا برسم خط تاني بارلل بالخط ده، تمام، او الخط اللي هو تانجنت معاه وعلى بعد اللي هو ايه؟ الريديوس. يعني مثلا لو الارك دوت الريديوس بتاعه 5، تمام، فانا ايه؟ هيبقى الخط دوت على بعد ايه؟ 5 من الخط ده. تمام. بنرسم طبعا الخطوط ديت يا بتعلم بالبرجل يا اما بارسطو طبعا. تمام. بس كده خلاص تقاطع على العلمين. جبت العلمين، هنلاقي العلمين دول بيتقاطعوا في بوينت. لو عملناها كده بلون تاني، او هو بيتقاطع في بوينت. البوينت ديت هتكون ايه؟ هي السنتر. فانا خلاص جبت السنتر، اقف بقى هنا في سن البرجل وافتح. عايز ارسم الارك ده، فاقف هنا في سن البرجل وافتح فتحه الليديوس واوصل كده ايه، او ارسم الارك دوت، الاقيه ايه؟ هيتانجنت مع الخطين دول. تمام. فدي كده ايه؟ ديت الرول بتاعت الخط. لو انا عندي ارك تانجنت مع خط، بجيب العلام بتاعه ازاي؟ برسم علام او خط تاني او شرطه بمعنى اصح بارلل للخط، وعلى بعد الراديوس. نخش دي الرول الثانيه. ايه الرول الثانيه؟ وهي بقى لو انا عندي تو اركس او دايرتين تانجنت مع بعض. انا هنا لو عندي تو اركس او دايرتين تانجنت مع بعض، تمام، انا هنا بقى يعني بشوف حاجه كمان. يعني مثلا انا عندي اهو دايرتين اهو، تمام. طيب و... ولو جينا بصينا هلاقي ان انا مرسوم ارك كده ومرسوم ارك تاني كده، تمام، اهو الشكل دوت جاي لي في الامتحان مثلا. فانا عايز اقسم الارقات السوداء دي. فانت هنا فاول حاجه هنا حدد الحاله بتاعتك. ايه الحاله بتاعتك؟ ان انت عندك هنا بقى شويه اركس، او بمعنى اصح دوائر تانجنت مع بعض، فانت هتستخدم الرول بتاعت الدوائر. بس قلنا هنا لو طالما عندك دوائر، فانت هنا بقى ايه؟ هتبص لحاجه كمان. ايه هي؟ هتشوف هم تانجنت من الداخل ولا الخارج. يعني انت عندك هنا او تو اركس، او بمعنى صح دايرتين اهم تانجنت مع بعض، او دول كده تانجنت مع بعض. لازم اشوف هم تانجنت من الداخل ولا من الخارج، لان هنا بقى بنتقل، او بمعنى صح بيبقى يعني لكل حاجه رول. لو هم تانجنت من الخارج بيبقى فيه رول، ولو هم تانجنت من الداخل بيبقى فيه ايه؟ رول، او يعني بعمل حاجه تانيه. تمام. فاحنا كده احنا قلنا في الاول عندنا ثلاثه، ممكن نمشيهم لا هم اربعه. تمام. اللي هو لو
لو انت الارك تانجنت مع خط، او لو الارك بيمر بنقطه، او لو الارك تانجنت مع دايره من الداخل او تانجنت من الخارج. تمام. طيب لقيت التو اركس كده، او لقيت الارك هو تانجنت مع الدايره من الخارج، طب اعرف منين من الخارج او من الداخل؟ انت عندك الرسمه جايه لك في الامتحان كده، لو جينا بصينا هنا اهي رسمه زي كده. تمام، نمسح بس ده. تمام، هي جايه لك في الامتحان كده يعني. اه، الرسمه دي جات لك في الامتحان. حلو، عندك الارك ده، عايز اعرف هو تانجنت من الداخل ولا من الخارج. كمل الارك دوت، احنا قلنا الارك هو ايه؟ جزء من دايره. تمام، فانت كمل الدوائر كده، تلاقي الدايرتين مالهم او تانجنت من الخارج، او هم بمعنى اصح يعني لامسين بعض من بره. على عكس لو جينا مثلا هنا، او انت عندك الارك ده اللي هو الراديوس 40، عايز اعرف تانجنت مع الارك دوت من داخل ولا من الخارج. كمل كده الدايرتين دول، او لو انت كملت ده كده فانت هتلاقيهم لا هم جوه، ايه، جوه بعض، فده كده تانجنت من الداخل. تمام. طيب فانا لو الارك عندي تانجنت بقى من الخارج، بعمل ايه؟ او بجيب العلام بمعنى صح ازاي؟ تمام، ما انا عندي علامين، اجيب اول علامه ازاي؟ اشوف بمعنى صح الاقي ان هو تانجنت من الداخل، فلو هو تانجنت، قصدي تانجنت من الخارج، فانا بجمع التو ريديوس. احنا لو جينا بصينا ان انا عندي السنترين دوت معلومين، عايز اجيب السنتر اللي هنا، وعندك الدايرتين دوت تانجنت دوت من الخارج، فطالما تانجنت من الخارج فانت الديستانس اللي هي ما بين التو سنتر قد ايه؟ هيبقى مجموع التو ريديوس. تمام، او الريديوس ده بلس الريديوس ده. تمام، فانا لو انا عندي دايرتين او ارك تانجنت مع دايره من الخارج، فانا بجمع التو ريديوس، وبعد ما بجمع التو ريديوس بقف بسن البرجل علشان اعلم. بقف بسن البرجل فين؟ عند سنتر الدايره اللي انا شغال معاها. وخلي بالكم لان في ناس مثلا بتلاقيه مثلا واقف لك بسن البرجل هنا، واقف لك بسن البرجل عند اي حته عينه وقعت عليها على اللوحه. لا، انت جماعه هتقف بسن البرجل عند سنتر الدايره اللي انت شغال معاها. انا دلوقتي شغال مع الدايره ديت، فانا هقف بسن البرجل هنا واعدي مكان الناحيه دي. طيب عايز اخد العلم التاني، هشوف هو تانجنت من الناحيه التانيه مع ايه؟ تانجنت برضه من الناحيه التانيه مع دايره ومن الخارج، فبالتالي هجمع التو ريديوس واقف بسن برجع عند سنتر الدايره اللي انا شغال معاه واعلم كده ايه الناحيه دي. خلاص جبت علمين بيتقاطعوا في نقطه، النقطه ديت هي اللي هتبقى السنتر، هقف بقى عندها بسن برجل وافتح فتحه الريديوس بتاع الارك المطلوب واوصل كده ايه تانجنت. تمام. طيب الارك اللي تحت دوت بقى، احنا بصينا على الارك اللي تحت دوت نفس الكلام. لو بصينا على الارك اللي تحت ده هلاقي ان هو ارك تانجنت مع دوائر، بس انا عايز ارسمه. يبقى انا عايزه ايه؟ سنتر. السنتر دوت مكون من علامين، طب انا عايز اجيب اشتغل على كل ايه، نشوف كل علم لوحده فاشتغل على كل ناحيه لوحدها. فانا لو جيت بصيت من الناحيه دي الاقي ان الارك دوت تانجنت مع الدايره دي. طب تانجنت من الداخل ولا من الخارج؟ لا، انا هنا لو كملت كده الاقي اللي هو تانجنت من الداخل، فانا هنا بقى هطرح التو ريديوس، وبعد لما اطرح برضه اقف عند بسن برجع عند السنتر اللي انا شغال معاه واعلم مثلا كده. طيب من ناحيه تانيه تانجنت برضه مع دايره تانيه، وهي تانجنت من الداخل، فانا هطرح التو ريديوس. تمام، وهقف بسن برجع عند سنتر الدايره اللي انا شغال معاها وهعلم ايه كده. تمام، التقاطع العالمين هو بيكون هو السنتر، فانا هقف بقى بيه بسن برجل وافتح فتحه الريديوس وارسم الارك. تمام. طيب طبعا احنا لو قياساتنا مظبوطه وانت بترسم هتلاقي الارك ايه؟ جه تانجنت على طول. تمام. دي حته لكن بقى لو قياساتنا مش مظبوطه، طب هتلاقي في شويه ترحيب. يعني ايه بمعنى صح شويه ترحيب؟ يعني انا جيت ارسم مثلا، او عندي ارض، عندي دايره كده، عايز ارسم ارك تانجنت دي، جيت وانا برسم لقيته قطع كده وزومنا كده، اخدت بالك؟ ده كده مش تانجنت، ده كده انترسكتد، هما بيقطعوا، قاطعين بعض، مش مجرد ان هو لمس كده. تمام، ده كده اللي هو تانجنت. فاحنا نحاول نركز على التانجنت بوينتس ديت، لان تانجنت بوينت ديت يعني مهمه جدا وبتخلي شكل الرسمه كويس. تمام. بس طب ديت نظبطها ازاي؟ نحاول بقى نخلي قياساتنا دقيقة، واحنا بنفتح البرجل مثلا نفتحه 4 بالظبط، ما نفتحوش 4 مللي والكلام ده. تمام. طيب طب نفترض، تمام، انا اشتغلت وعملت خطوط العمل ولقيت الرسمة برضو مش مظبوطة. طب ارجع بقى امسح واعمل خطوط عمل تاني واستنتج ارقام تاني واجمع واطرح والكلام ده؟ طبعا لا، انت كده هتضيع وقت قوي. هنا بقى نتجه لحاجة تانية اسمها بصمجة. هنبصمج، يعني بمعنى صح يعني ايه هنبصمج؟
او حد يقول انا بصمج، ما انا عارف ان انتوا لسه فريشمان اول يوم او اول اسبوع، فانا زي ما بقول لك لا بصمج وهتقفل السؤال ان شاء الله باذن الله، ولو ما بصمجتش مش هتقفل. فانت هتبصمج هتقفل. ليه؟ لان انت طبعا التصحيح مش هيقيس وراك بالملي. تمام. طيب برضه هنعمل ايه؟ باختصار، انت مثلا يعني انت بالعقل انت مثلا جيت اهو ترسم دايره، وجيت ترسم التانجنت بعد ما جبت السنتر مثلا، هنا جيت ترسم الارك التانجنت لقيته جاي كده اهو، لقيته قطع كده، فدوت انترسكتد. طب هبصمج ازاي؟ همسح مثلا الجزء ده واسيب ده مع ده؟ لا غلط. تمام. طب مثلا جيت ارسم لقيته كده بعيد، لقيته كده بعيد، لقيته كده بعيد، فافضل اشخبط مثلا كده او اوصلهم ببعض؟ لا ده كده، دي كده بصمجه، لا ده مش دي كده يعني سوري، احنا كده يعني بدأنا ايه نخطط يعني. تمام. فطب برضه هنبصمج ازاي؟ او لو شغلنا مثلا دماغنا شويه ان احنا هنلاقي مثلا في حاجه زي كده، هو حاجه زي كده ايه دوت معناها ايه؟ معناه ان السنتر ده انا كان عندي اخطاء قياس وتقدم مني شويه. طب ما انا مجرد ما ارجعه، لو انا جيت رجعته كده هنا فبالتالي هيظبط، صح؟ طب ارجعه ازاي؟ امسح دوت واقسمه انا مثلا ورا مزاجي؟ لا، انت ارجع، انت استنتجت السنتر وعملت له الخطوط العمل اللي الدكتور عايزها، انت بقى ما تضحك عليه وما تحطش سن البرجل هنا، ارجع حط سن البرجل ورا. لو انت طبعا جيت ترسم ولقيته انترسكتد، طيب جيت ترسم لقيته كده بعيد وانت السنتر عندك ايه، فانت اكيد لا، انت السنتر عايز يتقدم، فانت خلاص جيت ترسم لقيته كده، اضحك عليه واطلع بسنتر، يعني اطلع بسن البرجل قدام شويه وارسم الارض. تمام. بس المليات ديت مش هتلاحظ، مش هتبوظ ابعاد ولا شكل الرسمه وهتقفل يعني. تمام. طيب اخر بقى دور عشان نخش على الامثله. ايه هي؟ قلنا احنا كده اخدنا لو عندي ارك تانجنت مع خط، او ارك تانجنت مع دوائر. تمام. من الداخل ومن الخارج. اخر بقى دور، وايه اخر دور؟ لو انا عندي ارك بيمر بنقطه. تمام. هو طبعا الارك هتلاقيه هو يا بيمر بنقطه اكيد يعني، تانجنت مع حاجتين يعني. تمام. بس مثلا لو انا جيت مثلا صادفت ولقيت رسمه زي كده، تمام، عندك في الاساينمنت ثواني، رسمه زي كده، عندك دايره كده ومستطيل كده، المطلوب مني ان انا ارسم الارك ده. فانت لو جيت بصيت ارك زي كده ماله هيكون تانجنت مع الدايره دي، فانت هتشتغل بقى بالرول بتاعتنا. قلنا ان انا هنا هيكون من الناحيه دي اول علامه يبقى تانجنت مع دايره من الخارج، فبالتالي انا هجمع، او من الخارج. تمام. فبالتالي انا هجمع التو ريديوس واقف بسني برجع عند السنتر دايره انا هشتغل معاه وهعلم كده. سوري، كده اللي حصل. تمام. وهعلم كده. طيب عايز العلامة التاني، فهبص من الناحية التانية هلاقيه ايه؟ بيمر بنقطة. طب لقيت ارك بيمر بنقطه، في الحاله ديت اعمل ايه؟ في الحاله ديت باختصار انت عندك ارك بيمر بنقطه، فانت النقطه ديت على الدايره فاكيد بعدها، وانا عايز اجيب السنتر فاكيد بعدها عن السنتر هيبقى ايه؟ بعد الريديوس. فانت ببساطه هتفتح فتحه الريديوس بتاع الارك المطلوب وهتقف بقى بسن البرجل هنا وهتعلم كده. تمام. بس خلاص عندك علامين بيتقاطعوا في نقطه، خلاص بيبقى ده السنتر، هتقف بقى نفس سن البرجل وايه، وترسم الارك. وزي ما قلنا نخلي بالنا ان هم يكونوا تانجنت مش انترسكتد ولا بعاد عن بعض، وعرفنا لو مثلا حصل اخطاء قياس هنبصمج ونظبط الدنيا ازاي. تمام. بس ده كده حرفيا كل اللي انت تشتغل، او دولة التلاتة رولز اللي انت هتشتغل بيهم. تمام. طيب ايه الستبس بقى؟ خلاص ده بمعنى صح ده ملخص المحاضرة. تمام. العشر دقايق دول ده كده ملخص المحاضرة. طيب عايز نخش بقى نطبق، عايزين نطبق هنا. تمام. عايزين نطبق هنا، ودوت اعتقد ده الاساينمنت او الهوم ورك اللي الدكتور طلبه منكم. تمام. طيب هنرسم الرسومات دي ازاي؟ ممكن انا من هنا يعني هناخد رسمه او اللي هي اصعب رسمه فيهم. تمام. وهناخد بقى الرسمه الكبيره بتاعت الامتحان او بتاعت الكتاب آه بعدها يعني عشان ننجز، عشان وقت الريكورد. تمام. طيب ايه بقى الستبس بتاعت الرسم؟ انا دخلت الامتحان مثلا او انا برسم الرسمه زي ديت في البيت، ايه الستبس بتاعتي؟ تمام. عشان ارسم بسرعه. تمام. الستبس هي ان اول حاجه، تمام، هنرسم السنتر لاينز كلها.
تمام. انا اول لما اخش ارسم، عايز ارسم رسمه زي كده، اول حاجه انقلها انا دلوقتي بنقل اصلا، ف انقل ايه؟ انقل السنتر لاينز كلها. ايه السنتر لاينز؟ السنتر لاينز اللي هي الخطوط دي. تمام. هتلاقي اي دايره عندك زي كده، تمام، هتلاقي فيها السنتر لاينز اللي هي الخطوط المتقطعه دي. الخطوط المتقطعه دي سنتر لاينز. تمام. ارسمها. طيب ليه ارسمها؟ لان انت لما بترسم السنتر لاينز اول حاجه، يعني اكيد لما لما ترسم السنتر لاينز كلها، فانت بتطلع، او هي السنتر لاينز ديت احنا قلنا محطوطه دي، هي محطوطه عشان السناتر بتاعت الدوائر دي. تمام. بمعنى صح اللي هي الدوائر المعلومه السته بتاعها. فانت اول حاجه بمعنى صح، او اول ستيب، احنا قلنا الرسمه ديت هي مكونه من ايه؟ مكونه من شويه ارقات او خطوط. الخطوط هتبقى سهله، والارقات هيبقى هي ارقات معلوم السنتر بتاعها هنرسمها عادي، وارقات مش معلوم السنتر بتاعها نبدا نستنتج السنتر بتاعها. تمام. بس فالستيب الاولى ان احنا نرسم بقى الدوائر بمعنى صح. يعني كل حاجه اقدر ارسمها دي ايه؟ الدوائر اللي معلوم السنتر بتاعها والخطوط. طب ما انا هرسم الدوائر اللي معلوم السنتر بتاعها ازاي؟ عايز الاول احدد السنتر بتاعها. طب ما انا هحدد السنتر بتاعها ازاي؟ لما ارسم السنتر لاينز. تمام. لما انقل السنتر لاينز دي كوبي بيست كده، الاقي السنتر السناتر بتاعت الدوائر اللي معلومه السناتر بتاعتها كلها ظهرت. حلو. بس فديت اول خطوه ان انا ايه؟ انقل، او بمعنى صح ارسم السنتر لاينز كلها وعرفنا ليه. طيب رسمت السنتر لاين، خلاص ظهرت لي السنات الدوائر الدوائر السنات اللي معلومه. فانا من السنات ديت ابدا ايه؟ ارسم الدوائر دي، او ظهر لي السنترين دولت لما رسمت السنتر لاينز ديت، فبالتالي هبدا ارسم الدوائر دي. تمام. او هنا رسمت السنتر لاينز، ظهرت لي الدوائر دي، فبالتالي او السنات الثلاث سنات دولت فارسم منهم الدوائر دي. طيب كده انا رسمت ايه؟ الدوائر اللي معلومه السنتر بتاعها. تمام. يبقى انا اول حاجه رسمت السنتر لاينز. بعد ما رسمت السنتر لاينز اكيد هيظهر لي السناتر، فهرسم بقى الدوائر اللي معلوم السناتر بتاعتها. طب بعد ما ارسم الدوائر اللي معلوم السناتر بتاعتها، اقفل بمعنى اصح بقى باخر ستيب اللي هي ايه؟ الرسمه. فانت دايما هتلاقي هو عندك رسمه زي كده، انت رسمت اللي هو الثلاث دوائر دول، هتقفلها بايه؟ هتقفلها بالخط دوت وبالارقام دي. تمام. فانت لو عندك مثلا اي خطوط هترسمها، تمام، هتشدها بالمسطره تي، و وبعدين بقى ايه؟ هتبدا بقى ايه؟ تستنتج السناتر بتاعت الدوائر اللي مش معلوم السنتر بتاعها وتقفل الرسمه. تمام. لو مشيت على الستبس ديت هتخلص الرسمه في وقت كويس جدا. تمام. ان انت ترسم السناتر كلها مره واحده، مثلا مش عايز ترسم الدايره دي فترسم السنتر لاينز بتاعتها بعد كده ترسم لا، ارسم السناتر كلها مره واحده. يعني خلي الشغل كده وقسم شغلك على مراحل. ارسم السناتر كلها مره واحده، بعد كده ارزع الدوائر اللي معلوم السنتر بتاعها. بعد كده مثلا لو عندك خطوط او اي حاجه ارزعها، بعد كده ايه؟ استنتج سناتر وقفل بقى ايه؟ رسمتك. تمام. طيب فممكن نجرب كده ايه مع بعض ونشوف الكلام دوت هنعمله ازاي. اه، معلومة ايه السنتر لاينز وايه الحاجات ديت، وبرضه ازاي ارسمها قبل ما نرسم. تمام. آه ازاي ارسمها قبل ما نرسم عشان نخش بقى نرسم على طول. طيب آه انت اللي هيقابلك في الرسم هما نوعين من الخطوط. خطوط كونتينيوس، دي اسمها خطوط كونتينيوس، اللي هي خطوط بقى بتاعت الديزاين. تمام. دي خطوط كونتينيوس. الخطوط المتقطعة ديت دي اسمها السنتر لاينز. تمام. بس طبعا الخطوط الكونتينيوس مش محتاجه يعني طريقه رسمها، هتشد بالمسطره عادي. طب السنتر لاينز ديت هنرسمها ازاي؟ حرفيا هي تبقى عباره كده عن زي خط كبير وشرط، خط وشرط، خط وشرط. تمام. يعني مثلا خط حوالي نص سنتي او اي حاجه اللي هو 5 مللي، واسيب مسافه حوالي 2 مللي، بعد كده شرطه 2 مللي، واسيب مسافه 2 مللي، بعد كده ايه؟ الخط ال 5 مللي. تمام. بس طب انت عشان ترسم، فنخلي بالنا من الحاجات ديت، ان انت السنتر لاينز بترسم سنتر لاينز، كونتينيوس لاينز او ديزاين بترسم كونتينيوس لاينز. فاهم؟ فما ينفعش ان انا ارسم الرسمه كلها كونتينيوس لاين كونتينيوس لاينز وكده. طب وانا برسم السنتر لاينز، انا ارسم السنتر لاينز ديت يعني لازم 2 مللي و3. يعني انت في الاول هتمشي بالراحه. تمام. يعني امشي بالراحه، ويعني حاول مره لنفسك. طبعا في الاول الموضوع هيبقى بطيء معاك على المسطره، وبعد كده طبعا ان انت بتقيس بقى كل شرطه وكده. تمام. لكن بعدين بقى خلاص انت ايدك اخدت انت بترسم ست لاين، فانت ايدك بقى ايه؟ اخدت بقى ايه؟
على الموضوع، فهتلاقي نفسك بتشد السنتر لاين ده بسرعه كانك بتشد خط عادي. طبعا مش لازم الدقه قوي زي ما قلنا يعني. تمام، انت شد مثلا خط وبعد كده سيب شويه وبعد كده شرطه. تمام، سيب شويه وبعد كده الخط. تمام. بس يعني وبرضو طبعا البوينت المهمة برضو إن إحنا الرسمة عندي أنا أرسمها برضو إزاي. إن أنت أو الرسمة عندك بتبقى لونين بمعنى أصح. أنت طبعا أنت بترسم بالرصاص بس بمعنى أصح إيه. لا، أو اللي أنا عايز أقوله إن أنت يبقى عندك في خطوط عمل. إيه الخطوط العمل دي؟ الخطوط العمل دي خطوط وهمية زي السنتر لاينز دي. تمام، زي الأرقات اللي أنت بتعملها هنا وأنت بتستنتج السناتر دي كلها خطوط وهمية. تمام. فالسنتر لاينز والخطوط بتاعت الاستنتاجات دي كلها اسمها خطوط عمل. الخطوط دي بتبقى خفيفه جدا. ليه؟ لانها خطوط وهميه مش في الديزاين. تمام، فاللي هو يعني انت راسمها خفيف اللي هو ليه؟ لان مثلا لما يجي مهندس او اي حاجه يبص في التصميم ما مش دي اهميه. يبقى عينه او اللي يبقى فيه فوكس كده على الخطوط التقيله اللي هي الديزاين. تمام، بس فكل خطوط العمل دي بتبقى خفيفه جدا. لكن طبعا الديزاين او اللي هي الشكل الاساسي بتاعك ده هو بيبقى خطوط تقيله ومهم جدا. بيبقى التقيل بنفس التقل والخفيف بنفس الخفيه اللي هو اللوحه واخده لونين، وما تبقاش برضه مثلا اللي هو الشلل اللي بيجي لبعض الناس مثلا. في الاول دوت كان عندنا كلنا عادي اللي هو مثلا واحنا بنرسم دايره البرجل يفلت نلاقي الدايره متقطعه كده خفيفه وتقيله. لا يعني نحاول ايه نظبط دوت. وطبعا هو في الاول طبعا اكيد الكواليتي بتاعتنا او بتاعت الرسم مش هتكون احسن حاجه، بس طبعا بعدين بقى هنتعلم بقى بالتمرين وكده وهتبقى الدنيا مظبوطه. تمام. طيب، ده كده يعني ملخص سريع جدا. تمام، ممكن بقى ايه نبدأ بقى ايه مثلا ايه نطبق كده. تمام. بسرعة عشان ايه ونقفل بقى. تمام. طيب، او انا جالي مثلا رسمة زي كده ممكن دي سهلة. ممكن ناخد اللي هو الرسمتين او دي اصلا كده كده قلناها وانا بشرح اللي هو بتاعت البوينت. ممكن ناخد اللي في النص دي. تمام، انا عايز ارسم الرسمة دي زي ما قلنا. هرسم ازاي؟ اول حاجة ارسم السنتر لاينز كلها. تمام. طيب، او الاول اصلا ممكن الاول نحدد نشوف ايه الدوائر هنا اللي معلوم السنتر بتاعها اللي انا هرسمها وايه الدوائر اللي انا استنتج لها سنتر. فاحنا هنا لو جينا بصينا هنلاقي او الدايرتين دولت معلوم السنتر بتاعهم. عرفت منين؟ ليه؟ لان بمعنى صح اهوت عندي نقطه هطلع 46 احط النقطه الثانيه خلاص كده معلوم السنتر بتاعهم. او بمعنى صح جبت السنتر بتاعهم. لكن لو جينا بصينا هنلاقي او دي دايرتين اللي معلوم السنتر بتاعهم. لكن لو جينا بصينا مثلا هنلاقي ان ارك زي كده، ارك زي كده هو شادد لي او قايل لي ان السنتر بتاعهم ده حلو. او النست هو مش السنتر بتاعهم ده، او هو السنتر بتاعهم بمعنى صح هو قصده هنا الناحيه دي. وهنا ما قاليش ان هو دوت، او هنا بمعنى صح مش حدد لي السنتر بتاعهم دي. لان ما قاليش ان من دوت مثلا هنا بيبعد عن دوت ب 40 او بيبعد عن دوت بقد ايه. هو ما قاليش. فدوت كده بمعنى صح ده سنتر غير انا استنتجه. تمام. طبعا الدوائر الصغيره دي برضه هو مشاور لي لكن مش محدد لي السنتر فين ولا مديني اي دايمنشن. فدي كده ايه دي السناتر مش معلومه. فانا ديت هحتاج اللي هو ايه استنتج ده السناتر. تمام. فطبعا الاول نبدا بقى ايه نرسم السنتر لاينز عشان نجيب السناتر المعلومه اللي هي الزرقاء دي. فابدا ارسم سنتر لاينز ازاي؟ هبدا مثلا ايه او نصغر كده. ممكن اخد السنتر لاينز الهوريزونتال اللي تحت ده. فانا اشد كده ايه خط هوريزونتال في اي مكان. ونخلي بالنا لازم يكون متقطع كده. بعدين بقى ايه اطلع اشد الهوريزونتال التاني اللي هو طبعا على ارتفاع قد ايه 46 عشان السنتر اللي فوق. اه. تمام كده. تمام. طيب، بعدين اقسم بعدين ففي اي حته اقسم فيرتيكالز كده. تمام، عشان ايه احدد بقى ايه او كده. النقطتين دولت هم بقى السناتل بتاعت الدايرتين المعلومتين دول. عندي غيرهم ما عنديش غيرهم وكده رسمت كل سنتر لاينز. ارسم ايه الدوائر بقى على طول. تمام، ارسم ايه الدوائر على طول. احط السن برجل وارسم الدوائر. مهم جدا. واحد هيجي يقول لي ده ديت انت ليه هنا رسمت دايره كامله؟ ده ديت هنا نص دايره. انت ايش عرفك ان هي نص دايره؟ تمام يعني
لان ديت، وخلوا بالكم لان ديت يا جماعه دي الفيت الميستيك بتحصل برضه، والغلطات كتير ناس بتقع فيها، ان هو يجي يقسم لك ارك زي كده، يجي يقسمه لك نص دايره. فبالتالي طبعا لما يجي يقسم الارك ده، لو هو مشي فعلا بقياسات مظبوطه هتلاقيه عمل لك كده، او ما بقاش تانجنت، او بمعنى اصح ليه، لان هو وقف بده هنا ما كملش كده. فبالتالي بتلاقيه بقى ايه بصمج، قعد يشخبط هنا فعك يعني الدنيا. تمام. ف... وده بسبب ان هو ما سامش او بمعنى صح، هو هنا يعني زي فتى بمعنى اصح يعني. ما قال لك ان دي نص دايره، فانت هنا مين قال لك ان دي نص دايره؟ فاحنا دايما نرسم، لان انت هنا بعينك مش قادر تحدد هو ده انتهى هنا ولا نهايته هنا ولا نهايته فين. فانت هنا، فانت دايما يعني بمعنى اصح ما تبقاش بخيل، ممكن مش. فانت اي ارك زي كده ارسمه كامل، بعد كده بعد ما ترسم امسح الزيادات. تمام. او لو مش عايز ترسمه كامل يعني زود شويه، او انت شايفه نص دايره، لا زود مثلا كده. تمام. بس لو انت يعني مش عايز تمسح وتضيع وقت في المسح وكده. تمام. بس لكن انا برجح برضه، انا برجحه ان انا اقسم الدايره كامله، والجزء اللي انا واثق ان هو يتمسح ممكن اخفف ايدي بالبرجل، بحيث ان انا لما امسح برضه ما يعدمش ايه في الورقه. تمام. طيب المهم انا رسمت الدايرتين دول، عايز بقى ايه ابدا اقفل الرسمه. فانا هقفلها بايه؟ بالارقات دي. فانا لو بدانا مثلا بالارك اللي هو الراديوس 40 ده، انا عايز ارسم دلوقتي الارك ده، فبالتالي عايز اجيب السنتر. طب هشوف تانجنت مع ايه؟ طب هنا لو جيت بصيت من الناحيه دي الاقي تانجنت مع الدايره السوداء دي. طب هنا تانجنت من الداخل ولا من الخارج؟ اهوت من الداخل. فانا هنا هطرح التو راديوس اللي هو هطرح 40 من ال 13 هيبقى 27، وهقف بسن البرجل عند سنتر الدايره اللي انا شغال معاها واعلم هنا اهو. لو عدمنا الناحيه دي فبالتالي اكيد لما ارسم هقف بسن البرجل كده، فاكيد هرسمه كده. لا، فانا دايما نعلم ايه من الناحيه ايه؟ الناحيه التانيه. حلو، او اللي هي عكس الرسم يعني. تمام. طيب كده علمت علامة، عايز العلامة التاني نفس الكلام، اشوف من ناحية تانية هو تانجنت مع ايه. تمام. وطبعا حاجة زي كده طبعا انت لو بصيت للرسمة هتلاقيها سيمترية، يعني الجزء اللي فوق زي الجزء اللي تحت. فانت بقى يعني ايه، افتح الفتحة اللي انت فتحتها فوق هتفتحها تحت وتعلم كده. يعني حتة بس انجاز يعني. ليه عملنا كده؟ لان الارك اللي تحت يعني بنفس راديوس الارك اللي فوق، فانت لما تيجي تطرح هيطلع لك نفس الناتج وهم على نفس السنتر. تمام. هنا فيرتيكال تمام. فنفس الفتحه ونفس كل حاجه، فانت خلاص فتحت فوق، انقل تحت وعدم العلامه التاني ده. تمام. ده يعني نوع من الانجاز. طيب كده خلاص جبت السنتر او علمت على مين بيتقاطعوا في نقطه، النقطه ديت هي اللي هي ايه هتبقى السنتر. فانا اقف عندها بسن البرجل، وبعد ما اقف عندها بسن البرجل اللي هو ايه افتح فتحه الراديوس وارسم الارك كده اهو. تمام. بس زي ما قلنا لو لقيته مش تانجنت او حاجه، عرفنا بنعالج ازاي. يعني اطلع بس في سن البرجل، هسيب خط عامل زي ما هي، بس انا ايه هضحك عليه واطلع ايه بسن برجل او هرجع بسن برجل. طيب عايز بعدين اقسم ايه كده، رسمت الارك راديوس 70، عايز ارسم الارك اللي هو راديوس 30. تمام. برضه بنفس الطريقه، بس هنا بقى ايه هستنتج له ده السنتر؟ لا، ده اصلا السنتر اوريدي انا استنتجته. تمام. او بمعنى صح ان هنا عايز اقول لك ان انت الارك راديوس 40 والارك راديوس 30 اصلا ليهم نفس السنتر. ليه ليهم نفس السنتر؟ لان احنا هنا لو جينا بصينا كده هتلاقي ان انت ايه سهم الدايمنشنز بتاعهم طالع من نفس البوينت، بس فكده هم ليهم نفس السنتر. تمام. فانت على طول انت جيب مجرد يعني اول او بعد ما ترسم الارك ال 40 هترسم الارك ال 30 ايه كده. تمام. وزي ما قلنا ما تنساش اللي هو ايه تزود شويه. تمام. طيب خلاص. طب ايه اللي ناقص بقى؟ ناقص ايه الارقات الصغيره دي. اقسم الارقات الصغيره ديت ازاي؟ نفس الكلام، اشوف هي تانجنت مع ايه. يعني مثلا احنا لو خليناه هنا، تمام، بس الشرح هنا يعني يبقى انضف احسن من ان انا ارسمها كوكي تحت ديت. تمام. او انا دلوقتي عايز ارسم اللي هو ايه الارك ده. حلو. ارسمه ازاي؟ هشوف هو تانجنت مع ايه. انا لو جيت بصيت من الناحيه دي الاقيه تانجنت مع ايه؟ هلاقيه تانجنت مع الدايره اللي هي الريديوس بتاعها 13. تمام. طب تانجنت من الداخل ولا من الخارج؟ او احنا هنا لو جينا كملنا الدوائر هنلاقيه تانجنت من الخارج. فكده انا هجمع التو ريديوس، وبعد ما اجمع التو ريديوس اقف بسن البرجل عند السنتر ده اللي انا شغال معاه واعدم كده. تمام. طيب برضو اختصارا للوقت وبسرعه وخليك ذكي، انت نفس الكلام يعني الرسمه سيمتريه اللي فوق زي اللي تحت. فانت طبيعي
اللي هتعمله فوق او اللي عملته تحت هتعمله فوق، فانت من الاول بس عشان ما تغيرش فتحه البرجل وترجع تجمع تاني، فانت خلاص عدلت هنا. برضه اقف بسن البرجل واعمل علامه تاني بايد الارك ده. طيب عايز العلامه التاني اللي هو يبقى انترسكتد معاهم، شوف من الناحيه دي تانجنت مع ايه، فمن الناحيه دي هتلاقي ان هي تانجنت مع الارك اللي هو الريديوس بتاعه 30. طب هنا من الداخل ولا من الخارج؟ لو جيت كملت كده الاقي من الداخل، فبالتالي انا هنا هطرح التو ريديوس واقف عند سن البرجل اللي انا شغال بسن البرجل عند السنتر اللي انا شغال معاه، واعلم بقى ايه كده. تمام اهو هلاقي ان العلمين انترسكت في بوينت، وبرضه نفس الكلام بالمره برضه اقف فوق واعلم برضه ايه هنا. تمام بس هلاقي ان هنا العلمين بانترسكتد في بوينت، البوينت ديت خلاص هو السنتر بقى بتاع اللي هو ايه الارك اللي هو الريديوس بتاعه 15. فانا هنا هقف بسن نبرجل بقى عند السنتر وارسم بقى الارك ايه ده، وبعدين نمسح الزيادات دي. تمام او مثلا الزيادات دي نمسحها، ديت هنمسحها. تمام بس يعني هنلاقي الرسمه بتاعت معانا كده. تمام. طيب بس هنا بقى في بوينت برضه عايز اوضحها، دي ارقاد صغيره او دي دوائر كنت اقولها في الرسمه الجايه، بس هنا بالمناسبه يعني دي ارقاد صغيره، اللي هو ارك الريديوس بتاعه 5 ودي 5 مللي، فانا هفتح البرجل ازاي ومش هقدر اتملك من البرجل وكده. فطبعا ده الدوائر الصغيره هيبقى صعب ان احنا نرسمهم بالبرجل، فعشان كده اشترينا اسطمبه الدوائر. تمام فالدوائر الصغيره بنرسمها باسطمبه الدوائر. تمام اسطمبة الدوائر بالديامتر. فاحنا نحاول نحط الاسطمبة على السنتر. تمام ونرسم بقى ايه بيهم باسطمبة الدوائر كل الدوائر الصغيرة. تمام بس يبقى كده احنا اخدنا ديت، ويعتبر دي وديت برضه سهلة. يعني انت هنا هترسم الأول السنتر لاينز. تمام ايه الخطوات بتاعتنا؟ هترسم السنتر لاينز مرة واحدة، فانت ممكن تشد ايه خط هوريزونتال كده، بعدين هتطلع اللي هو طبعا هتشد أول خط اللي هو في أي مكان اللي هو وليكن ده الريفرنس بتاعك يعني، بعدين هتطلع منه 45 وتاخد اللي هو الخط التاني. حلو. بعدين من النص هترسم الخط ده، أو بمعنى صح في أي حتة فيرتيكال او في اي حته ترسم الفيرتيكال ده، وتاخد اللي هو اول خط ده كانه المرجع بتاعك، او ان انت تقيس منه بقيه الخطوط الفيرتيكال التانيه. تمام وبعدين بقى خلاص رسمت الفيرتيكال ده، ممكن بقى ايه تعدم وتقيس اللي هو ايه. انت عندك الرسمه سيمتريك يعني اليمين زي الشمال، فانت ممكن اللي هو ايه او 20 يعني ترسم واحد فيرتيكال هنا، دي 40 فانت واحد فيرتيكال مثلا ايه، او هتاخد 20 في اليمين و20 في الشمال. رسمت السنتر لاينز كلها بسن برجر، وهترسم كل دوائر دي بقى اللي معلومة السنتر بتاعه. وخلي بالك العين دي كلها دوائر حرفيا تعتبر صغيرة تتجاب باسطمبة الدوائر. اسطمبة الدوائر بتجيب لك حرفيا من أول فاي 100 لغاية فاي، من أول فاي 1 لغاية فاي 36. تمام طيب بس رسمت الدوائر دي، فاضل إن أنا أقفل بإيه أو عندي خط ده، الخط ده فأحط التي وأرسم الخط عندي دايرتين أو يعني دايرتين كده عادي. تمام وأحط المسطرة وأوصل ما بينهم كده بس. تمام. طيب ناقص ايه؟ ناقص الارقام دي بقى اللي في الجناب دي. اهم الارك اللي هو الريديوس بتاعه 25. اشوف الارك دوت الاول هو تانجنت مع ايه، فالاقي هنا ان هو تانجنت من الخارج وهنا تانجنت من الخارج. فانا هجمع التو ريديوس واقف بسن البرجر عند السنتر ده اللي انا شغال معاه وايه، واعدي من العلم دوت، ونفس الفتحات اللي انا افتحها هنا يعني افتحها الناحيه دي لان هي سيمتريك. فانا باخد العلم ده الف الناحيه التانيه واخد برضه العلم ده، وانا باخد العلام ده من تحت. تمام الف برضه الناحيه دي واخد العلام ده. تمام خلاص كده جبت السنتر. اه بقى عندي بسن برجر وافتح فتحة الريديوس وايه نقسم الارقام دي. تمام بس. طيب نخش بقى ايه على يعني تقيل بقى على طول. دي رسمة زي كده، دي رسمة زي كده ديت حرفيا ديت ممكن تكون رسمة ميد ترم او رسمة امتحان. تمام طيب رسمة زي كده نتعامل معاها ازاي؟ برضه بنفس الستبس. يعني انت شايف ان ديت ممكن تكون رسمة ضخمة، واللي هو انا فعلا بالرولز او بالكلام اللي الدكتور شرحه ده هقدر ارسم الرسمة ديت. تقدر ترسم الرسمة دي يعني. تمام طيب ازاي؟ هنشوف اهو مع بعض دلوقتي. تمام طيب. تمام ممكن نخليها في الجنب احسن. اه ايوه طيب.
اي رسمه زي كده. دخلت الامتحان في الميد تيرم لقيتها. هقسمها ازاي؟ نفس التفصيل. الاول ارسم كل السنتر لاينز اللي عندي اللي هتساعدني ان انا اجيب السناتر بتاع الدوائر المعلومه. فانا ايه هنا السنتر لاينز؟ كل حاجه اللي هي ايه، كل خطوط متقاطعه دي سنتر لاينز. فانا اول حاجه عندي ايه؟ او السنتر لاين ده، تمام، بتاع الدايره الكبيره. هي ديت مجموعه دوائر اكيد هيكون ليها سنتر لاينز، تمام. فانا هقسمها. فانا هاخد الاول واحد هوريزونتال كده، تمام. ثواني. اه، اخد واحد هوريزونتال كده اللي هو ده مثلا، اخده في اي مكان. بعدين هاخد واحد فيرتيكال برضه تاني كده في اي مكان. كده انا رسمت اللي هو ايه السنتر بتاع الدايره الكبيره. طيب، في نفس المكان هنا لقيت عندي سنتر سيركل. ايه السنتر سيركل دي؟ اللي هي الدايره دي دايره وهميه حرفيا. هي دايره اهوت، هو مديها لك علشان يقول لك ان انت كل الدوائر الصغيره دي هي هتكون على الدايره دي، تمام. فدي سنتر سيركل، تمام. فانا هرسم السنتر سيركل ديت ازاي؟ عادي بالبرجل. من السنتر بقى دوت بالبرجل هرسم اللي هو ايه دايره عادي برضه متقطعه كده. طيب، السنتر سيركل ديت عليها ايه؟ عليها دي واحد اتنين ست دوائر صغيرين. طب ما الست دوائر الصغيرين دولت بمعنى صح انا يعني عايز اجيب السنتر بتاعهم، او بمعنى صح انا السنتر سيركل ديت عايز اقسمها بالتساوي، تمام، بحيث ان انا ايه اقدر اقسم الست دوائر دولت والمسافات ما بينهم متساويه. فانا عايز اقسمها ازاي؟ او بمعنى صح باختصار كده، تمام. فاوريدي هي عندي الخط الهوريزونتال ده. طب انا عايز الخطين الكروسين دول اقسمهم ازاي؟ تمام، اقسمهم هنا بقى باستخدام المثلث الثلاثيني 60. بالمناسبه او برضو يعني من الادوات بتاعتنا ان احنا هنا في الرسم مش بنستخدم المنقله. انت في الرسم في انجل في اي حاجه عايز ترسمها بمثلث 30 60. ال 45 هي تقدر ترسم انجل او تقسم بانجل 45. بال 30 60 هي تقدر ترسم انجل 30 وانجل 60. حطيت ال 30 على 45 تقدر ترسم انجل 75 وكذلك يعني. طيب، المهم بنقسم الدوائر ازاي؟ دايما بتقسم اللي هو 360، طبعا اللي هي الانجل بتاعت السيركل، على عدد الدوائر. فانت لو قسمت 360 على 6 هتطلع كام؟ 360 على الستة هيطلع عندك 60، تمام. 360 على الستة. 360 على الستة هيطلع عندك اللي هو ايه 60، تمام. فانت الانجل ديت عندك 60، تمام. انت الانجل ديت قد ايه؟ الانجل دي 60. فانت بمعنى صح، فانت هنا بقى ايه الانجل دي 60. فانت هنا بقى تستخدم ايه المثلث الثلاثين 60. هتستخدم من انجل 60 اللي فيه بمعنى صح. فانت هنا المثلث 30 60 هتوقفه بالمنظر ده. دي هتبقى الزاويه 60 ودي 30، وهتشد بقى ايه سنتر لاينز برضه كده. بعدين هتقلب المثلث كده من الناحيه دي، قصدي الناحيه التانيه كده، تمام. وهتشد اللي هو ايه برضه كده، تمام. وبرضه يعني بالمناسبه بلاش ما تبقاش سنتر لاينز كتيره وزحمه يعني. حط بس يعني هنا شرطتين بس كده اللي هو ايه يعني انت السنتر لاين الغرض منه زي ما قلنا ان انا احدد السنتر بتاع الدوائر. فبلاش ارسم سنتر لاين من اول للاخر كده، لا انا رسمت الدايره كده. فممكن مثلا نحط اللي هو ايه كده، تمام. او لو يعني يا دوب بس كده، تمام. بلاش اللي هو ايه من الاول للاخر، تمام. طيب، نمسح بقى الدوشه دي، تمام. يعني لو مسحناها كلها ورسمناها كده على نضيف اهو. ده السنتر لاين الهوريزونتال، ده الفيرتيكال. منه رسمت السنتر سيركل، تمام. قسمت السنتر سيركل كده، تمام، بالمنظر ده، تمام، لستة. طيب، كده فاضل سنتر لاينز تاني محتاج اقسمها. في سنتر لاينز تانية اللي هي ايه او السنتر ارك ده. وبرضه عايز ايه في سنتر سيركل ديت الانجل بتاعتها 30 و5 ايه و40. طيب، فانا السنتر ارك ده هقسمه ازاي؟ سهل جدا ان انا اقسمه ليه، لان هو هنا مديني السنتر بتاعه ده، او مطلع لي سهم الدايمنشن اهو، تمام. طالع من السنتر ده ومديني الريديوس بتاعه 4
70. فانا هنا من السنتر ده تمام هقسم اهو السنتر ارك كده. تمام. طيب عايز اقسمه وقايل لك اهو ان الزاويه دي 30، فانا بالمثلث الثلاثين 60 اقسم اللي هو ايه السنتر لاين ده. تمام. وهنا الزاويه دي 45، فانا بالمثلث 45 هحطه بالوضع دوت كده. تمام على التي واقسم اللي هو ايه السنتر لاين ده. تمام. طولناها شويه او كده. طيب رسمت السنتر لاينز بقى كلها مره واحده. خلاص امسك البلجر ووزع كل الدوائر اللي معلومه من السنتر بتاعها. تمام. لو جينا بقى ايه رسمناها على هنا عشان يعني ننجز. خلاص انت كده كل رسمت السنتر لاين صح. امسك البلجر الزق بقى كل الدوائر اللي معلومه السنتر بتاعها. يعني انت هنا عندك ايه دايرتين هترسم الدايرتين دول كام. عندك 6 دوائر صغيرين هترسم ال6 دوائر الصغيرين دولت من خلال اللي هو ايه الاسطمبة دي دوائر صغيرة. فانت باسطمبة الدوائر هتحطها وهترزع ال6 دوائر الصغيرين دول. تمام. طيب بالمناسبة بنستخدم اسطمبة الدوائر ازاي؟ انت هتلاقي اسطمبة الدوائر عندك كده مجموعة دوائر كده في شرط كده. تمام. فانت الشرط ديت بتطبقها. ما انت راسم بقى مش انت المفروض راسم سنتر لاينز كده. فانت الشرط ديت بتحطها على بتحطها كده بتحاول تحطها كده اللي هو ايه على السنتر لاينز اللي انت راسمها دي. تمام. بس فانت لما بتظبط الاربع شوط دول مع السنتر لاينز ديت وبتيجي بترسم الدايره يعني بتلاقيها طالعه اللي هو ايه مكانها ايه مظبوطه يعني مستنطقه. تمام. ده استخدام السنتر ايه دي استخدام الاسطمبة. وكذلك برضو اقدر استخدمها هنا. واحد يجي يقول لك طب ما انت هنا السنتر لاينز دي سنتر سيركل مش لاين يعني. حاول يعني هتلاقي الشرطة جاية تانجنت يعني هتظبط. تمام. المهم خلاص قلنا من السنتر لاينز هرسم كل الدوائر اللي معلوم اللي هو ايه السنتر بتاعها. فانا الاقي او رسمت الجزء اللي فوق ده. تمام. معلوم السنتر بتاعه. طب انا الجزء اللي تحت ده البتاع ديت شكلها يخض. هقسمها ازاي؟ دي حرفيا انت مش هتستنتج لها اي حاجه. يعني انت حرفيا هو مديك انت هنا مجموعه ارقام. تمام. اهي مديك مجموعه ارقام. تمام. طيب ومديك الريديوس بتاعها او 54. فانت حرفيا من سن البرجر هتحط سن بقى ودي السنتر بتاعها هتحط سن البرجر هنا وتمد ايه او ترسم الاربع ارقام دول. تمام. هترسم الاربع ارقام دول من اول السنتر لاين ده للسنتر لاين ده كده. تمام. طيب وبعدين برضه بالبرجر انت عندك ده السنتر ده انت جيبه من تقاطع السنتر ده احنا قصدي جبناه اللي هو لما قسمنا السنتر لاين صح. اللي هو من تقاطع اهوت السنتر لاينز ديت اللي هي واخده انجل مع السنتر ارك صح. عملت السنتر ده. فانت هتقف بقى هنا ايه بسن البرجر. يعني في ناس بتيجي بتقول لك فين الريديوس بتاع الارك ده او الاركات دي فين الريديوس بتاعها هو هنا في الرسم مدينا الليديوس بس ساعات بيجي في الامتحان على فكره مش بيدينا الليديوس. طب هل انا هقدر اشتغل؟ هقدر اشتغل. ليه؟ لان انت عندك سنتر وعندك بدايه ونهايه. فانت برضه تقدر ترسم الارض بمعلوميه ليديوس وسنتر يا اما سنتر وبدايه ونهايه. ليه؟ لان انت عندك ده السنتر فانت تقف بسن البرجر هنا. طيب هتفتح البرجر قد ايه؟ ما انت لو فتحت البرجر وحطيت يعني سن القلم عند النقطه ديت مش كده يعتبر خلاص انت فتحت البرجر بفتحه الليديوس بس. فبالتالي هتقدر اللي هو ايه توصل بقى ايه كده. اما هتقفل يعني بمعنى صح دول بالبلد. تمام. حرفيا في الرسمه دي كلها مش هيكون بقى فاضل لك غير ايه غير الارك الكبير ده اللي هو الريديوس بتاع 82 والارك اللي هو الريديوس بتاع 25. طيب دولت هرسمهم ازاي؟ دي بقى ايه ديت ارقات مش يبقى انا حرفيا 3/4 الرسمه ديت هي باين ان هي ضخمه بس حرفيا انا نقلتها كوبي بيست بس وشغلت دماغي رسمت السنتر لاينز. بعد كده كل الدوائر اللي معلوم السنتر بتاعها والارقات اللي معلوم السنتر بتاعها ووصلتهم ببعض. واللي هو انا يعني رغم ان الرسمه ضخمه بس انا ما استخدمتش رولز ما استنتجتش ارقام كتير. ده هو بس عندي ايه ارقين بس اللي انا استنتج السنتر بتاعهم. طب دلوقتي هستنتجهم ازاي؟ زي ما قلنا مثلا انا عندي اللي هو الارك اللي هو الريديوس بتاع 82 ده اشوف ده تانجنت مع ايه. فانا هنا لو جيت بصيت هلاقيه من تحت هو ايه. يعني مثلا لو مسحنا الثواني الدوشه دي لو مسحنا الدوشه دي فانا هبص كده ايه الاقيه هو تانجنت من تحت مع اللي هو الارك ده اللي هو الريديوس بتاعه هنا 20.
طب وتانجنت او من الداخل جوه بعض، فبالتالي انا هطرح التو ريديوس واقف بسني برجع عند السنتر الدايره اللي انا شغال معاه اللي هو وراه كده، وقعدني مثلا كده الناحيه دي. تمام. طيب عايز العلامة التانية اشوف هو تانجنت مع ايه، فمن فوق برضه هو تانجنت مع دايره الكبيره دي من الداخل، فانا هطرح بقى طول ريديوس واقف بسن البرجر عند الدايره اللي انا شغال معاها واعلم كده، هيكون ده السنتر. هقف بقى هنا في سن البرجر وافتح فتحه الريديوس بتاعت الارك الكبير دوت اللي هو 82 واوصل. طيب ايه التاني؟ نفس الكلام بس هنا تانجنت من الخارج، فانا عايز اول علامه الاقي تانجنت مع الدايره ديت من الخارج، فانا هجمع التو ريديوس واقف بسن البرجر هنا واعلم كده. طب ديت برضه تانجنت من الخارج، فانا هجمع تو ريديوس واقف عند سن البرجر بسن البرجر عند السنتر ده اللي انا شغال معاه واعلم كده. تمام كده اكون جبت السنتر، هقف بقى هنا في سن البرجر وافتح فتحه ريديوس الارك المطلوب، وهرسم ايه الارك ده وكده. تمام. بس وده واضح حرفيا كان كل يعني المحاضرة ديت كده انت لخصت لك الرولز في 5 دقايق. تمام. قلت لك الستبس اللي انت هتشتغل بيها علشان تنجز وقت وتنجز بسرعة، وقلت لك برضو يعني ازاي تظبط الفينش بتاعك اللي هو الخطوط وانواع الخطوط وكده مثلا. ولو حاجة عندك ما ظبطتش يعني تبصمج ازاي وتتعامل ازاي عشان تكون في السليم وفي الامان. وبس يعني وكده خلاص خلصنا يعني. السلام عليكم ورحمة الله. تمام. ما تنسوش بس تصلوا على النبي كده، وإن شاء الله بإذن الله عشان ربنا يبارك لنا بقى جميعا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.